شو المصيبة اللي عملها هذا الموسيقار المصري لحتى انحكم عليه بالسجن 6 أشهر؟ خليني احكي لكم هاي القصة يا جماعة. واول ما شفت الفيديو اللي راح اورجيكم اياه هسه كمان شوي انصدمت، وما كنت متوقع حتى انه هذا الفيديو حقيقي. اللي صار يا جماعة واللي صدم الجميع انه الموسيقار المصري احمد حجازي نزل فيديو عنده وهو قاعد عم بلحن القرآن الكريم. استغفر الله. يعني مرات بيجي على بالي صراحة انه يعني مش عارف شو احكي لكم صراحة. احد ربيع فراح القضاء المصري وحكم عليه بتهمة ازدراء الاديان، فانحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر مع ايقاف التنفيذ لمدة 3 سنين. فبعد ما الناس عصبت وابدت استيائها من وراء الفيديو اللي هو نشره، فراح واعتذر وحكى انه انا بعتذر عن الغلط اللي وقعت فيه وما كان لازم اعمل هيك. فبرأيكم اعتذاره مقبول ولا لا؟ احكوا لي بالكومنتات.